وسط حملة مداهمات شرسة في حي البركة ومحيط صالة مروة. واليوم يعني تم العثور على جثتين مجهولتي الهوية، الأولى في حي المعرة والثانية في منطقة حي عين جب ربا بالقرب من مساكن الأفراد. ويعتقد يعني أن كتائب الأسد اعتقلتهم أمس أثناء حصول التفجير وأعدمتهم حرقا. ومنذ قليل بدأ القصف المركز على بلدات الغوطة الشرقية، وذلك بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وخاصة على مدن سقبة وعربين وحرستا ومديرة وحران العواميد. ومصدر قصف هذه المناطق بوجه 41 بضاحية حرستا، وأيضا من إدارة الدفاع الجوي في المليحة، وأيضا في بلدة دير العصافير وشبعة بالغوطة الشرقية سقط يعني أكثر من 10 صواريخ اليوم على هذه المناطق، وأيضا سقطت عدة قذائف هون على وخاصة يعني على بلدة المليحة. ورغم القصف يعني على بلدة المليحة، خرج أهالي المليحة مظاهراتهم المعتادة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة على طريق المطار بين كتائب الأسد والجيش الحر. نعم أخي، هل لديك أن تحدثنا عن الأوضاع الإنسانية لديكم أخي مازن؟ نعم، يعني لا زالت يعني العاصمه دمشق ورثه يعني تعاني من حصار خانق، لان كتائب الاسد الان تغلق المناطق بشكل كامل، يعني حتى الاحياء الدمشقيه تغلقها، لا احد يستطيع الخروج والدخول الى هذه المناطق، وخاصه يعني المناطق في الريف الدمشقية. يعني اليوم عندما تأتي سيارة الطحين إلى الأفران تمنعه كتائب الأسد وتحولها إلى المناطق المؤيدة، يعني رغم جود قوات غذائيه ورغم انعدام ابسط مقومات الحياه في المدن وخاصه في الغوطه الشرقيه، وبسبب الحصار المفروض على هذه المناطق من قبل كتائب الاسد، ورغم انعدام في الميدانيه يعني في هذه المدن، الا ان يعني اهالي الغوطه والاحياء لا يرونها إلا جنة في عيونهم، ويؤكدون على صمودهم في وجه الحصار والنار، وخاصة وعندما يعني أثبتوا ذلك اليوم عندما رددوا شعار لن نركع إلا لله ومنتصرين بإذن الله. بإذن الله. شكرا للناشط الإعلامي مازن الشامي، لقد حدثنا عن آخر تطورات لديهم في عاصمة دمشق وريفها. شكرا لك أخي مازن.